لما تبقي دايما القوية واللي جواكي محدش شايفه، تعالي هنا شوية واسمعيني. انسي انك المفروض تكوني دايما واقفة على رجلك. انا عارفة انت من نوع الستات اللي الدنيا ما اديتهمش فرصة ينهاروا ولا حتى فرصة يعيطوا براحتهم. من اول ما وعيتي على الدنيا وانت بتقومي بدورك ودور غيرك، وبتلمي في نفسك علشان ما حدش يشوفك مكسوره. انت اللي بتسندي البيت حتى لو مش معاكي فلوس، انت اللي بتطبطبي على العيال حتى لو قلبك بيصرخ، انت اللي بتسمعي الكل بس صوتك دايما جواكي متكتم. انت اللي بتقولي انا بخير علشان ما تزعليش اللي حواليكي حتى وانت مش بخير خالص. حتى لما تبقي متكسره من جوه ومرهقه وحاسه انك عايشه على الهامش ومش لاقيه حد يفهمك ولا حتى يسالك مالك، بيتهيألك انك لازم تكوني قويه طول الوقت. لكن مين قال كده؟ مين حط على كتفك اللافتة دي انك لازم تفضلي ماشية وما تعيطيش وما تشتكيش وما توقفيش لحظة وتصرخي وتقولي انا تعبت؟ يا حبيبتي انت انسانة مش ماكينة، انت قلب بينبض وعين بتدمع وروح ليها حدود وليها طاقة. عارفة يعني ايه تعب الست القوية؟ يعني الست اللي كل ما تقع تقوم من غير ما تستنى حد يمدلها ايده، اللي بتلم نفسها وجعها في نفس اللحظة، اللي بتطبطب فيها على غيرها، اللي بتسمع الشكاوي طول اليوم بس صوتها هي مش مسموع، اللي بتتحمل كلمة جارحة ونظرة ناقدة وصمت شريك مش شايفها وولاد مش حاسين بيها واهل بيقولوا هي قدها، والحقيقة هي مش قدها طول الوقت، بس اتعلمت تكون وتعودت تكون، لانها لو وقعت محدش هيلمها. اما بقى بالنسبه للست اللي معاها عيال، يا قلبي اللي معاها عيال دي بتدفن ضعفها بايدها، بتكتم وجعها وبتضحك علشان هم ما يتاثروش، بتسيب اكلها علشان هم يشبعوا وبتنسى حلمها علشان هم يعيشوا، وبتقفل على نفسها وتعيط في الحمام علشان محدش يشوف دموعها. بتتصرف انها مش فارق معاها حاجه بس الحقيقه كل حاجه فارقه. بتقول انا تمام بس جواها حرب بين قلبها اللي بيتمنى وعقلها اللي بيقول لها ما ينفعش دلوقتي. اما بالنسبه للمشاعر اللي ما اتقالتش، عارفه اكتر وجع مش اللي بنتكسر بيه، اكتر وجع هو اللي بنسكت عليه سنين وندفنه جوانا ونضحك فوقيه ونكمل كأن مفيش حاجه حصلت، لكن جواكي في حاجات كتير حصلت، في خيبات وفي خذلان وفي وجع من اقرب الناس، في وحده وسط الزحمه وفي صمت قاتل في بيت مليان اصوات. بس عايزه اقولك حاجه، لو انت من النوع اللي عمره ما طلب ولا عبر ولا قال انا محتاجة، انا جاية اقولك النهاردة من حقك تطلبي حضن، ومن حقك تقولي انا تعب، من حقك توقفي وتفكري هو انا ليه دايما بشيل لوحدي؟ الحياة مش عادل دايما بس ربنا عادل، وساعات كتير ربنا بيبعت لنا حاجات صغيرة زي كلمة زي حضن زي ست تانية بتحكي اللي جوانا علشان نحس اننا مش لوحدنا. وانت فعلا مش لوحدك، والله ما لوحدك. كل ست قوية وراها وجع، وكل ظهر واقف وراه ركبة بترتعش، وكل ابتسامة ثابتة وراها دمعة مستخبية، بس القلوب بتقابل بعضها، والكلمة الحلوة ممكن يكون لها صدى والمشاركة أمان. فلو وصلتي هنا وسمعتي الفيديو ده اعرفي انك قوية، بس مش مضطرة تفضلي قوية على طول. خدي نفسك وخدي راحة، ابكي وارتاحي واطلبي وعيشي، وصدقيني اللي بيحسك بقلبك هيفهمك حتى من غير ما تتكلمي.